السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تريو كودر بروجرامينج ويب سكول في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله احنا هنبدأ النهاردة في الفيديو بتاع الكومبايليشن بروسيس. زي ما قلت لكم في آخر فيديو إن الفيديو الرابع بإذن الله هيبقى عبارة عن إيه هي الكومبايليشن بروسيس، ودي الستبس اللي احنا هنمشي بيها في الفيديو النهاردة. هنعرف يعني إيه الكومبايليشن بروسيس، هندخل على الباوربوينت بارت اللي هو الجزء النظري، وبعد كده هوريك حاجات الدي ال والباينري سيستم ده هوريهولكوا بعد ما نخلص الجزء النظري والباوربوينت. جميل جميل. يلا بينا ندخل على الجزء بتاع الباوربوينت ويعني ايه كومبايليشن بروسيس. تمام يا حبايبي، جينا باذن الله في الجزء بتاع النظري يعني ايه كومبايليشن بروسيس. هعرفكم يعني ايه كومبايليشن بروسيس حلو جدا، وكمان هعرفكم حاجات كده شويه حبشتكنات ايه تجيبوا بيها الدي ال والباينري الباينري سيستم. بص يا باشا، الكومبايليشن بروسيس هي عملية الترجمة اللي الكود بتاعك بيترجم اللغة اللي انت كاتبها للغة الآلة أو لغة البي سي اللي انت شغال عليه أو لغة اللاب أو أيا كان. يعني إيه؟ يعني انت دلوقتي بتستخدم السي شارب. جميل جميل. انت الكمبيوتر بتاعك أو الجهاز بتاعك ما يفهمش يعني إيه سي شارب أصلا، فبنستخدم له حاجة اسمها كومبايلر. إيه هي الكومبايلر؟ الكومبايلر هي الفيجوال ستوديو، البيئة التطويرية والمترجم اللي احنا شغالين عليه. جميل جميل. طب يا باشا، الكومبايلر بيترجم اللغة. يعني دلوقتي أنا كتبت مثلا console دوت رايت لاين هلو مثلا محمد، مثلا هلو محمد. حلو حلو. هو الجهاز بتاعك ما يفهمش ايه هي لغة السي شارب، ما يفهمش يعني ايه كونسول ويعني ايه دوت رايت لاين ويعني ايه هلو محمد اصلا، وايه الاقواس اللي مكتوبة دي وايه الكوتيشنز الدبل كوتيشن المكتوبة. ما يفهمش الحاجات دي. ففي حاجة بتحول هنجيلها دلوقتي، بتعمل عملية كومبايليشن، عملية ترجمة للغة دي، بتحولها للغة الآلة اللي هي اسمها الباينري لانجوج، اللي هي لغة الزيرو والواحد، الزيرو والواحد أو زي ما أنت شايف أهو، زيرو وواحد، زيرو وواحد، زيرو وواحد. ندخل على الجزء الثالث اللي هو هيفسر لك أكتر يعني إيه كومبايليشن بروسيس. بص يا معلم، الكومبايليشن بروسيس بتبدأ إيه؟ السورس كود بتاعك. يعني ايه السورس كود بتاعك؟ السورس كود بتاعك اللي هو زي ما قلت لك اللي هي الكونسول، الكود اللي انت بتكتبه يا عم في الاي دي اي بتاعك اللي هو فيجوال ستوديو، ده السورس كود بتاعك. حلو حلو. بيعدي على السي شارب كومبايلر. السي شارب كومبايلر اللي هو الفيجوال ستوديو، مترجم السي شارب عشان يحوله لحاجه اسمها، دي اسئله انترفيو. حلو. لحاجه اسمها intermediate language الاي ال، او حاجه اسمها مايكروسوفت انترميديت لانجويج الام اس اي ال، او الكومن انترميديت لانجويج السي اي ال. ده كده لما الكومبايلر، انت دلوقتي بتكتب السورس كود بتاعك والكومبايلر بيترجم عشان في الاخر يطلع الماشين كود، ولكن الماشين كود ما بيطلعش على طول. هنعرف ايه دلوقتي. انت الكومبايلر بتاعك بيترجم حاجه اسمها اي ال، اللغه التمهيديه، انترميديت لانجويج، لغه تمهيديه. وبعد اللغه التمهيديه دي بيدخل على كومن لانجويج ران تايم او الاس ال ار. الاس ال ار دي الكومن لانجويج ران تايم، وبعد كده على طول للماشين كود. طب بص يا باشا، عشان اوضح لك الحته دي عشان انت برضو مش هتبقى فاهمها. احنا عندنا في حاجه اسمها مانجد كود وان مانجد كود. المانجد كود لغات الدوت نت معظمها بما فيهم السي شارب عباره عن مانجد كود. طب ايه هي المانجد كود؟ هي اللغات اللي بتحتاج كومبايلر، اللي بتحتاج مترجم. هتقول لي في لغات ما بتحتاجش كومبايلر؟ في لغات ما بتحتاجش كومبايلر، في لغات بتبقى على طول بتطلع الماشين كود على طول. حلو حلو. طب الانمانجد كود بقى هي بقى اللغات اللي بتطلع الماشين كود على طول، ما بتحتاجش لانها بقى تعدي على الكومبايلر وبعد كده تعدي تعمل انترميديت لانجوج، ومن انترميديت لانجوج للسي ال ار ال وبعد كده الماشين كود. لا يا باشا، الانمانجد كود اللغات اللي بتدعم الانمانجد كود بتطلع ماشين كود على طول. جميل جميل. طب يعني ايه اصلا مانجد وان مانجد؟ بص يا معلم، المانجد كود هو كود بيستهدف الفيرتشوال ماشين وما بيستهدفش البروسيسور. يعني ما بيستهدفش البروسيسور بتاع اللاب بتاعك على طول. يعني ايه فيرتشوال ماشين؟ يعني لغه
فيرتشوال لغة مش واضحة زي الاي ال كده، هي مش لغة، هو بيحول لغة بيحولها للغة، ومن اللغة دي عشان الكمبيوتر يفهمها فيحولها للباينري الباينري لانجوج اللي هو الماشين كود عشان الكمبيوتر بتاعك يفهمها. طب واحدة واحدة، يعني ايه مانجد؟ هو كود بيستهدف الفيرتشوال ماشين، ما بيستهدفش البروسيسور بتاعك. هتقول لي في ايه لغات بتستهدف البروسيسور بتاعك؟ الان مانجد كود بيستهدف البروسيسور بتاعك، ما بيحتاجش لمترجم، ما بيحتاجش لكومبايلر. يعني ايه طيب؟ يعني مثلا اللي بينفذ الكود بتاعك هو البروسيسور، ايا كان بقى ايه انواع البروسيسور عندك، يعني اكس 86 بت، اكس 64 بت. بيستهدف اركيتكتور معين، بيستهدف هندسيه او خوارزميه معينه. انت فاهم؟ تمام. الخوارزميه دي بتفرق بين الانستراكشن بتاع البروسيسور ده والبروسيسور ده. يعني الاكس 86 بت ليه اركيتكتور وليه انستراكشن غير ال 64 بت غير ال 32 بت. يعني كل بروسيسور بيستهدف انستراكشن واركيتكتور معين. حلو حلو. طب لما الكومبايلر بيبقى unmanaged لازم الكومبايلر يستهدف الاركيتكتور معين اللي هو الهندسيه او الخوارزميه المعينه بتاع البروسيسور. يعني انت دلوقتي عملت الاب بتاعك يا عم بيدعم البروسيسور مثلا 86 بت مثلا او 64 بت، لو جه يشتغل على 32 بت هوب هيرمي اكسبشن. يعني ايه اكسبشن؟ يعني ايرور، بس في مصطلح السي شارب حاجه اسمها ثرو اكسبشن هنشرحها بعدين. بس هيطلع اكسبشن. طب ايه نوع الاكسبشن اللي هو هيطلعه ده؟ هيطلع حاجه اسمها باد مانجد فورمات. هيطلع يبقى الاكسبشن، نوع الاكسبشن ان انت مثلا عملت اب بيستهدف ال 64 و 86 بت وشغلته على 32 بت، هيطلع لك هوب هيرمي في وشك اكسبشن على طول. اسمه الاكسبشن ده باد مانجد فورمات. ما هو طبيعي، ما انت ال 64 بت الاركتكتشر بتاعته او الخوارزميه او الهندسيه بتاعته مش زي ال 32 بت، طبيعي. فهنا بقى بيجي دور الاي ال يا معلم. هنا بيجي دور الاي ال اللي اللغه وسيطه، لغه وسيطه وليست فيرتشوال ماشين. يعني ايه؟ يعني انت كتبت السورس كود بتاع الكومبايلر. الاي ال دي زي اللي هو ايه، زي ما انت عارف، انت واحد لما بيجي مثلا ايه، حد مثلا واخد منك فلوس وانت عايز ترجعها له، فتجيب واحد قول له انت وسيط ما بيننا يا عم. يعني ايه وسيط ما بيننا؟ انت هتاخد الفلوس من هنا وانا يعني مثلا لو حد ليه مثلا 500 جنيه وانت ليك 300 جنيه، حلو، تجيب واحد وسيط ما بينكم، وسيط، قول له يا عم انت هتاخد منه ال 500 جنيه، انت مخون اللي قدامك هتاخد منه ال 500 جنيه وانت هتديله ايه 300 جنيه. يبقى هو كده معاه ال 500 جنيه بتاعت الواد اللي مديها لك وال 300 جنيه اللي انت مديها له. فهو ايه كده زي الشطور، يديك ال 500 جنيه بتاعتك ويودي الواد ال 300 جنيه بتاعتك. حلو. طبعا هيجي واحد فزلوك دلوقتي يقول له طب ما احنا هنعمل 500 ماينس 300 و200 وانت تاخد ال 200 بتوعك. بلاش فزلكه واحد عشان عايزين نفهم بس احنا بنقول ايه، عشان نبسطها كده. ماشي، عارفين ان انت جامد قوي في الماس، بالراحه بقى عشان نفهم ايه اللي مطلوب مننا. جميل يا معلم، جميل يا معلم. فالاي ال هي عامله زي الوساطه كده. طب يا عم اكزامبل تاني للوساطه، يعني انت دلوقتي جيت مثلا تشتري اكونت لعب، مش الاكونت اللعبه ده اللي بيبيعهولك وانت اللي بتشتريه؟ حلو. يبقى في وسيط، الوسيط ده بياخد الاكونت من اللي بيبيعه وانت بتديله الفلوس، ويروح مدي الفلوس للي بايع الاكونت ومديك الاكونت. دي اسمها وساطه. فهو الاي ال هي نفس الفكره، هي نفس الجوب، هي نفس الفكره المستهدفه من العمل. هي بتاخد من هنا وتدي هنا. بس الاي ال بتعدي بقى على حاجه اسمها common language runtime. يعني لما تكتب السورس كود بتاعك وتعمل رن، انت في وقت الرن ده الكومبايلر بيبدا يستدعي الاي ال، ومن الاي ال بيعمل حاجه اسمها common language runtime اللي هي في فينتو ولا فينتوهين ثانيه، هوبا بيقلب الماشين كود، هوبا الملف اي اكس اي بتاعك ظهر، الملف التنفيذي بتاعك ظهر. وهنشوف ده كله دلوقتي. تمام. تمام. يبقى احنا لازم نعرف، ده سؤال انترفيو، لازم نعرف ان الاي ال لغه وسيطه مش فيرتشوال ماشين. تفرق؟ تفرق. تفرق؟ تفرق. طب
CLR هو بيحول الاي ال للماشين كود بقى. كده بقى البرنامج اول لما يعدي على CLR ويحول للماشين كود، كده البرنامج اللي انت عامله على 86 بت 86 الاكس 86 بت يقدر يشتغل على 32 البروسيسور ال 32 والبروسيسور ال 64. ودي في حته المانجد كود. الانمانجد كود هوبا بيطلع على طول يعني كده براح سداح مداح. ومعظم الدوت نت كلها مش كلها، مش هقول كلها عشان في لغات ما بتدعمش المانجد كود في الدوت نت، بس معظمها، نقول معظمها. حلو. طب هيجي دلوقتي واحد يقول لي احنا استفدنا ايه يا عمنا من الاي ال او الانترميديت لانجوج او الام اس اي ال المايكروسوفت انترميديت لانجوج او الكومن انترميديت لانجوج؟ دي كلها مسميات للملف اللي بيطلع بعد السي شارب كومبايلر. جميل جميل. استفدنا يا عم بتعمل 4 حاجات عايزك تعرفها، يعني 4 حاجات عايزك تعرفها. بتعمل حاجات اكتر من كده او بتعمل حاجات اكتر من كده، بس ال4 حاجات دول المين اللي هو الاساس بتاعك يا باشا. حلو. بتعمل حاجه اسمها ميموري مانجمنت، بتعمل حاجه اسمها الوكيشن ودي الوكيشن، واخر حاجه هي بتعمل اكسبشن هاندلنج. ما احنا زي ما احنا قلنا فوق ان لما تيجي تشغل، لما تيجي تعمل مثلا اب ولا تعمل سيستم على بروسيسور مثلا 64 بت وهو مش مدعوم من ال 32 بت، هو مش مدعوم، فهو بيجي بقى من هنا بقى الاكسبشن هاندلنج بقى. الاي ال هي بتستهدف الحته دي، بتخليه مدعوم لل 32 بت عشان تلغي حته الباد مانج ديفورمات اللي هو الاكسبشن اللي هيضرب في وشك اول لما تفتح مثلا على بروسيسور 32. انت فاهم؟ فهي دي فكره الاي ال ودي فكره الكومبايليشن بروسيس اصلا. هي دي عمليه الترجمه اللي اول لما تدخل الكود وتعمل رن هوبا بتحصل. ده كله يا باشا بيحصل خلف الكواليس. ده كله بيحصل ايه؟ بيحصل ايه خلف الكواليس. حلو. ننتقل على المرحله الثانيه بتاعتنا. احنا كده خلصنا الباوربوينت، خلصنا يعني ايه الكومبايليشن بروسيس. في هنا ايه بس منرفزاني معلش. تمام. تمام. انا بقى اوريك ايه هو الدي ال ال بارت وايه هو الباينري سيستم بارت. بص، انت دلوقتي واحد طبعا هتبقى الشوق واخدك عايز تعرف ايه هو الدي ال ال. طب انت طبعا ما تعرفش هتجيب الدي ال ال ازاي وما تعرفش اي حاجه. بص يا زميلي، هتيجي كده تاخد اي كود، ادي اهو خرجنا من ده كله. هنيجي ناخد اي كود عندك. اقول لك فكره، تعال ندخل على نعمل ويندو جديده في فيجوال ستوديو، ندخل ناخد كود بس بسيط اللي احنا كنا عاملينه. احنا لسه ما عملناش بس الكود ده انا عامله. ادي يا عم ندخل على السوليوشن ده، ادي كنترول ايه، علم على كله. حلو. بعد كده كنترول، استنى يا عم مالك، كنترول ايه يا عمنا، كنترول سي. هتدخل بقى على جوجل كروم، هتكتب في السيرش حاجه اسمها شارب لاب. اكتب ورايا، اكتب ورايا حاجه اسمها شارب لاب اهو، شارب لاب. حلو. حلو. تدخل اهو. بص هو اصلا جاب، طب استنى يا عم نشرح للراجل الاول. بص يا معلم، انت هتيجي هنا، هنا كده ده الجزء بتاع ايه، السي شارب لانجوج. حلو. احنا كنا عايزين ايه، احنا كنا معانا كود كنا عاملين له، تعالى نعمل له ايه بالظبط. حلو. مش مهم، فكك من حاجه. هتيجي هنا هتروح دايس له اي ال. الاي ال دي اختصار للانترميديت لانجوج زي ما احنا عارفين. بص انا بس عشان يبقى واضح، ايه هاخده لك في فيجوال ستوديو. هاخده لك فين في فيجوال ستوديو. تعالى ندخل هنا كده، ايوه، كنترول ايه يا باشا، هشيل ده كله اهو يا باشا. ده كده الاي ال بتاع ساعتك، ده الاي ال بتاع ساعتك، ده الانترميديت لانجوج. فوق طبعا بغض النظر عن الايرورز عشان ده مش مكانه، بس عشان ايه اوريه لكم يعني ايه بتفصيل. ده الاي ال بتاع ساعتك، ده الاول لما بتعمل رن بيتحول في الباك جراوند. اي ال لو انت خدت بالك هو في اي ال، اي ال، اي ال، اي ال،
ده الانترميديت لانجوج، ده اللي بيحصل في الباك جراوند مع سعادتك اول لما تعمل ايه؟ اول ما تعمل رن. جميل. جميل. هنتنقل على الخطوه الثالثه والاخيره معانا في الفيديو. يا عم دونت سيف. نفتح تاب جديده الفيجوال ستوديو وهوريها لكم دلوقتي خطوه خطوه. ندخل على الكورس بتاعنا. لا ما ندخلش على الكورس، ندخل على الدوت نت فولدر ده. بص يا معلم بقى، عايزك تركز معايا قوي هنا. هنفتح السوليوشن بتاعنا، هتلاقي فيه حبه حاجات. بص ده انا عامله، طبعا ده مش هتلاقيه انا، بس عشان ايه افهمك ايه اللي بيحصل خلف الكواليس. هتيجي هنا يا باشا، ده جيسون فايل. دي حاجات، هو بص اشرح لك حته حته بس هي مش وقتها. سواء من الاخر هنا بيقول لك اللي هي انت بتستخدم الدوت نت كور اب، الاب والران تايم، واللي بيطلع لك الدي ال والتارجت والكومبايليشن اوبشنز والحاجات دي. بس ده مش وقته، ده هنشرحه بالتفصيل بس بعدين. ندخل على الدي ال ايه. مش هتقول لي يا عم انت مش وريتنا الدي ال. لا يا باشا استنى اوريك بقى الباينري، جزء الباينري. ندخل على الاي اكس اي. حلو. ندخل على نيوترال اهو يا باشا، زيروهات، ارقام، زيروهات. دي لغه الاله، دي الماشين كود بتاعك، ده الماشين كود بتاع حضرتك. طبعا هتقول لي طبعا اللي عايز بقى ايه يدخل في الموضوع يدخل يقرا، بس الموضوع ملوش اخر. يعني انت مش هتستفاد حاجه قوي ان انت تفهم الباينري سيستم شغال ازاي. انت مش هتستفاد حاجه منه دلوقتي، انت في البيزكس مش هتستفاد حاجه منه. تمام تمام. دي حاجه اسمها البي دي بي. البي دي بي ده شبه الخصائص بتاعه الاي ال والحاجات دي. برضو بيطلع وقت ما انت بتعمل الران بتاعك. اهو ده شكل البي دي بي، بس هو بيبقى اكبر من الاي اكس اي وبيبقى اكبر من الدي ال ال. اهو ده كله البي دي بي بتاعك. ده جزء باينري ايه؟ باينري لانجوج. دي ال ال برضه، بس هو بيبقى نفس الجزء بتاع الباينري لانجوج، مش هنا، مش هيظهر الدي ال ال هنا. بس اهو. وده يا باشا كان معانا الفيديو بتاعنا النهارده. عرفتك ايه هي الكومبايليشن بروسيس، ايه هي المانجد كود والانمانجد كود، عرفتك وريتك الدي ال ال، عرفتك الاي ال بيتجاب ازاي. بقى انت مش هتحتاجه، بس انا عرفتك بس عشان تشوف شكله ايه اللي بيحصل خلف الكواليس معاك. الباينري لانجوج فهمتها لك هي ايه، هي بتبقى عباره عن 0 و1، هي دي لغه الاله او لغه الكمبيوتر اللي انت ايه شغال بيه. حلو. حلو. ده كان فيديو بتاعنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم تري كوترز بروجرامينج وود سكول، والسلام عليكم.